السلام عليكم بنات. فيديو خفيف ظريف. الفيديو ديال اليوم مخصص لعشاق القهوه اللي انا وحده منهم. الوصفه ديال اليوم عباره على حلوه على شكل ديال حبات القهوه. صراحه جات زوينه شكلا ومذاقا. اللي كيبغي القهوه ضروري كتبغي توزي كويس ديال القهوه ديالك، ضروري كيخصك شي حاجه باش توزي. كتقدر تبغي شي بيمو ولا شي بسكويت هكا. صراحه هاد الحلوه هادي جات زوينه بزاف، انا عجباتني، نتمنى نتوما تجربوها غادي تعجبكم. حاجه ديال اللي كتصايبي بيدك ما كاينش ما احسن منها. صافي ندوزو للطريقه ديال التحضير. صافي خدينا هنا جوج ديال البيضات. دائما كنقول لكم اختاروا البيض يكون طري، كتبقى عندنا الحلوه مزيانه واخا تعطل عندنا في الدار. صافي ضفت كاس ديال سنيده صغير، سكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت. انا خدمتها غير هنايا، ما احتاجيت لا خلقت على والو لانها كتوجد بالزربه. تقريبا في نص ساعه انا وجدتها. صافي كنخدمو هنا مزيان هذا البيض مع سنيده. صافي كنحيدو هكا على جنب. انا خديت هاد الدقيق اللي عندي، دقيق صراحه حسب الخليط، تقريبا هزات لي شي 250 غرام دقيق. درت ليها واحد نص كاس ديال الكاكاو المر، وواحد ساشيه ديال القهوه سريعه الذوبان، وواحد ساشيه ديال الخميره. كنحركون هاد النواشف بوحديتهم باش كينسجموا لنا دغيا مع بعضياتهم. صافي ملي كنديروهم مع السوائل دغيا كتجمع لينا العجينه، ما كتعذبناش. صافي هنا غادي نبقى ندير الدقيق شويه بشويه. صافي ونجرب حتى نشوف القياس اللي بغيت. العجينه ديالها ما تكونش قاصحه البنات بزاف، لان الا كانت قاصحه كتشقق ليك. خليوها شويه تكون رطبه. انا كيف قلت لكم جوج بيضات، زيت تقريبا 250 ديال الدقيق، 250 غرام دقيق. صافي هنا البنات كملتها غير بيديا باش تجمعات ليا. هانتوما كيف شفتوا، كيف لاحظتوا، كيف زعما خاصها تكون خفيفه بحال هكا باش ما تشققش، تبركي عليها بصبعك كتلقايها رطبه. واخا الا سقات لك في يديك ممكن دير شويه ديال الزيت في يدك. صافي كتبداي تكوري كويرات صغيورين. انا بديت كنجرب نشوف القياس اللي بغيت. صافي كنديروها بحال هكا على شكل حبه ديال القهوه. كناخذوا لاطه ديال اللي غنديرو في الفران، كنديرو بلا بابي باش ما تلصق ليناش لان ما فيهاش الزبده. كنبعدهم مع شويه على بعضياتهم لان مازال غادي تنفخ حتى لحقاش فيها الخميره. الا بغيتو تضبطوا المقادير دبلوهم، ولكن صراحه ما ننصحكمش تدبلوهم الا ما كانش عندكم الخاطر، لان شويه كتشد اليد مع كديرها صغيره. راكم عارفين كل ما جات صغيره كل ما كتجي حلوه. صافي هنا انا جربتها نشوف سميتو، نشوف واش القياس اللي درت واش غادي يجي هكا مقاد على شكل ديال حبات القهوه. صافي لقيت هذا القياس هذا جاني مزيان، يعني غادي نكمل بحال هكا. صراحه ملي كتحطي واحد الكويس ديال القهوه تحطي باش دوزي بحال هكا شي حاجه صايبتيها بيديك، يا سلام. صافي هكا انا كملت. صراحه الطاوه اللي خرجت ليا هذه يعني ملاش على البركه، عمرت لي واحد الطاسه مزيانه. صافي هنا خديت معلقه قلبت الراس ديالها، دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما تبقاش تلصق ليا. صافي وكنشققهم كاملين من الوسط. كنشقوهم مزيان لان ملي كيتنفخوا شويه في الفران الا ما شققتيهاش مزيان ما كتبقاش تبان ديك الشقه ديالها. صافي كنديروهم من فين يطيبوا، كنقصوا عليهم الفران. كنشعلوا عليهم غير من التحت حتى تنحسوا بهم شويه طابوا شدوا راسهم. صافي كنشعلهم شويه من الفوق. خاصنا نردوا ليها البال في الطياب لان ما كتبانش لينا واش طابت ولا باقي، باش ما تحرق ليناش. ملي كطيب راه اللون ديالها كيفتح شويه. راكم عارفين حبات القهوه راه ما كيكونوش كحليين بزاف، يعني هذا اللون ديالهم هكا كيكون بني غامق. صافي وهذا هو الشكل ديالها. صراحه جات زوينه بزاف، نتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق كيف جاتكم.
وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، واللي باقي معايا حتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم، شكرا للتعليق الزوينه ديالكم، هي اللي كتشجعني كتخليني ديما نقلب على الجديد. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.